مرحبا يا هلا والله بجماعتي. اعذروني على السحبه شباب، بس الغرفه ما بيها مكيف، تاخرت شويه بين ما جبت المكيف، وحتى اصلا بعدني ما شاده. تخيلوا قاعد اصور لكم بدون مكيف، وحتى من جبت المكيف جبت اقساط. تخيلوا شباب كميه المعاناه اللي انا عايش بيها. يعني انا حاليا قاعد اجاهد وانت لايك ما تعطيني. عبد الخالق انت كبرت لا تظل جدي، الزم نفسك. شباب بالله عليكم لايكات شباب. موضوع اليوم شباب غريب شويه، اكيد كلكم شفتوا الترند اللي الاجانب يصورون نفسهم منهم وهم صغار لحد ما يكبرون. اوكي تقريبا يعني تقريبا هيك شيء. وترند الشجره اللي من هي وبذره ثمره حبه يعني ترند الشجره اللي من هي وصغيره لحد ما تكبر. يعني انا ادري انه هذا الترند اقدم من جدي، بس ناس صدق عبالهم انه هاي الفيديوهات كذب وفوتوشوب. واليوم اجيت حتى اثبت لكم انه هاي الفيديوهات حقيقيه. اليوم اجيت بلا سلاحي وانا ادري انه انتم راح توقفون وياي. اليوم راح اطلع لكم كل الحقائق المخفيه لاجلكم لاجل قاري. من قاري؟ انسى انه متحمس. هل انتم معي؟ اجل ما اسمع. هل انتم معي؟ اجل هل انتم معي؟ اجل تتحدوني افتر فره كامله شباب؟ العمر اللي حوبته. شنو اصلا كان موضوعنا؟ فيديوهات الاجانب لاعمارهم. شباب هاي الفيديوهات حقيقيه 100% والدليل هذا الدليل. شفتوا 5 ثواني كبروا، 5 ثواني بس كبروا. عصومي ووليد وشفا كل الناس مستغربين منهم باخر فتره انه ذولا شلون قاعد يكبرون بسرعه، لدرجه لو رحت لاي مقطع من مقاطعهم حاليا وشفت التعليقات راح اشوف تعليقات انه انتم شلون كبرتوا بسرعه. خلونا نشوفهم شباب. بحثت عن حسابهم ولقيت هذا الحساب. معتصم قداد. وين وليد؟ لا 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 عصومي ووليد انفصلوا؟ لا مستحيل. لا مستحيل لا. عصومي ووليد مرة راحوا عابيت الجيران. كانوا مثل بالباص، كانوا مثل زوج مال السكاين، حتى كانوا مثل الميلين مال الساعة ما يفترقون ابد. وليد ونور. من هاي نور؟ يا عيال والله ما اعرف مين هي نور. هاي وليد طلع متزوج. عصومي ووليد مرة راحوا عابيت الجيران. شفتوا الزوجة شلون تفرق بين الاخوان؟ نور انتي فرقتيهم، لذلك خلونا نقاطع الزواج. طبعا مو لين ما عندي فلوس. بس خلونا نقاطع الزواج. ما راح نتزوج. عصومي ووليد ماما راحوا على بيت الجيران. الله ذكريات امي كانت تلبسني نفس اللون، حذاء نفس اللون، بنطلون نفس اللون، البادي هم نفس اللون، وكانت تبرر موقفها انه شوف عصومي ووليد يتعلم منهم. بس والله كنت حلو. يعني مو مثل هسه. شنو تريد صورتي انا صغير؟ يلا هاي صورتي. شنو تريدني مثلا اطلع لك صورتي انا صغير؟ هاي صورتي انا صغير. عبالك كان عصومي وليد اكبر بسرعه. شوفوا هذا اخر فيديو نزله عصومي. الله شنو هالاطلاله الحلوه يا عصومي. واضح ناوي على شيء. واضح ناوي على شيء. والله تدرون الموضوع غريب. يعني انا اخر شخص قال لي الله كبران كانت خالتي اللي ما اشوفها كل 10 سنوات. اكيد راح يشوفيني كبران خالتي. بس المشكله ذولا كل يوم نشوفهم ونتابعهم ونغني اغانيهم وفجاه كبروا. طبعا نقول ما شاء الله يا شباب، قولوا ما شاء الله. وبهاي المناسبه السعيده طيور الجنه وذكريات الطفوله حبيت اغني حتى بلكت يوصلهم مقطعي. شباب تذكرون برنامج صوتك كنز؟ كان حلمي اشارك بيه واخيرا راح يتحقق حلمي واخيرا. يلا 1 2 3. قال الارنب لامه اسمحي لي روح العب ماما يمكن يجيك الثعلب. ركزوا عليها يمكن يجيك الثعلب. فانا فعلت مود التحقيق وظليت ابحث واتحرى عن هذا الموضوع. يا اخي اسكت هسه لو عاد صوتك حلو. فانا ظليت ابحث واتحرى عن هذا الموضوع انه شلون كبروا بسرعه. منتج خلي هنا هاي العدسه. شباب طلع حل هذا الموضوع هو الحليب. يا أطفال يا حلوين اشربوا الحليب. قال لك اشرب حليب وانت مقضيها لي كولا. منو قال لك اصلا اشرب كولا؟ اشربوا الحليب يا اخوان، لازم نكبر للحيه كامله.
للزواج المبكر. المال والتغذية يضلوا ياكلوا كل 5 دقائق. صار لي ساعة أهذي وأهرج، بالأخير طلع هذا هو الحل، هذا هو السبب، فلوس. السر الحقيقي هو المال. حاط صورة فلوس يا عمي، حاط صورة باندا. حتى شفا، يعني شفا أنا كنت أتذكر كنت أشغلها لبنت أختي صغيرة، فجأة صارت أكبر من عندي. الله شوفوا جادويات شباب حلوين. لا تقول لي أكبر. لا. الحمد لله خلاص. اتذكر كان اصغر مني. كنا يا حبيبي يا ريان. اتذكر كان اصغر مني، كنت اكبر منك بس ما ادري وش صار، كنت اكبر منهم ما شاء الله. شباب قلنا الحل الحليب والفلوس بس. لحظة ادراك كبر كراش طفولة. ياي كنت اكبر منك بس صارت ريمونتادا. هذا برشلوني الاخ 100% برشلوني. ثانية واحدة اسمه معتصم. صباح الفل واليرد والياسمين. قال مروة إذا تشوفي تعليقي زوجيني العصومي. خالة مروة إذا تشوفين تعليقي احضريه. عصوم كنت أتابعك وأنا صغير وأنت صغير الحين، وأنت الكبير وأنا ما زال صغير، وأبويا صغير وعمك صغير وجدي صغير وخالاتنا صغار وكلنا صغار. هذا شيرين، هذا بس فهموني هذا شيرين. لا تنسى. حضرت لساني. في النهاية حط لي رأيك في التعليقات ولا تنسى، هذا أهم شيء. سلام. قالت له تاني مرة خلي كلامي مسموع، خلي كلامي مسموع.